وزي ما احنا دايما بنقول انه رمانه الميزان بالنسبه لنادي الزمالك. يعني الفتره اللي بيلعب فيها نجم الشباك والشباك الفتره اللي بيلعب فيها تلاقي الزمالك يرتفع. الفتره اللي بيهدى فيها، يعني احنا شفنا مثلا اول ربع ساعه من الشوط الثاني شيكابالا ما كانش موجود في الملعب، والزمالك هبط الاداء وابتدى يحصل مشاكل، والمصري يضغط والمصري يحاول يجيب الهدف الثاني. لما شيكابالا اشتغل بس ال10 دقائق الاخرانيه لقينا تفوق واضح جدا بالنسبه لنادي الزمالك في حاجات كتيره جدا، في السرعه، في الانطلاقات، في تبادل الاماكن، في التسديد على المرمى. كل الحاجات دي لما شيكابالا بيتحرك بيظهرها، سواء هو زي ما قلنا بين الشوطين ان هو بجانب ان هو بيلاعب هو بيحرز اهداف، وده اللاعب اللي بيجمع صفتين مهمتين جدا في لعب الكوره، انه يبقى صانع لعب وفي نفس الوقت هداف. وده يبقى نادر. ده طبعا الراجل ماشي وبيلعب الكرات العرضيه، يعني ده رزاق ادى الكره لاحمد رجعها لشيكابالا، شيكابالا صاروخ. ولو ان اللي ضايقه ان في 2 ضاغطين على شيكابالا وهو بيشوط الكوره من النادي المصري، فده اللي اوجد الصعوبه. لكن الرزاق، نزول الرزاق واحمد حسن قطعا افادوا نادي الزمالك، زودوا سرعته، زودوا ناحيه الخطوره فيه بالنسبه للنادي المصري. الشوط الثاني تيبيكال الشوط الاول، بدايه جيده جدا للمصري وضغط على نادي الزمالك. ده طبعا الجول الجميل اللي جابه شيكابالا من زاويه صعبه جدا. الراجل المدافع بتاع المصري راح عند شيكابالا وراح معطل نفسه بدل ما يقفل البلوك عليه في نفس توقيت يمكن الهدف الاول للزمالك في الشوط الاول الدقيقه 28 بالظبط تقريبا. يعني بنشوف احنا شيكابالا وهو مستلم الكره وبينطلق في حته صعبه جدا، زاويه صعبه جدا. الراجل لاعب النادي المصري بدل ما يروح يضغط عليه بنشوف كره في زاويه صعبه. الياسو يمكن يتاخر، مش ممكن انا اعطل كده، لازم اروح اعمل بلوك قدامه برجلي اليمين. بس صعبه برضه يا كابتن حسن يشوطها من هنا. انا عارف، لكن انا بقول انا بتكلم على المدافع مش على شيكابالا. انا بتكلم على المدافع بتاع المصري، المفروض بياخد البلوك بتاعه الصح برجليه اليمين، بيقفل على شيكابالا، لانه شيكابالا معروف انه اشول يعني، لكن انه شوف فاتح له ازاي. والاخر بعد شيكابالا لما لم الكوره وبيرقص ابتدى يروح له. كان طبعا فرق السرعه بين شيكابالا وبينه في كل حاجه، في التمرير، في الجري وفي الشوطه. جول جميل جدا بالنسبه لشيكابالا. كابتن محسن